المستقله اللي يتم وضعها هنا وتخزينها في وكاله مستقله. هي تجربه. اذا مشاهدي الايام 24 مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من الدار البيضاء. وصول اول دفعه من اللقاح من المطار الى الوكاله المستقله للتثليج بالدار البيضاء. لقاح المضاد لكورونا. اذا كيف ما شفتوا معنا وصول اول دفعه من اللقاحات ضد كورونا من الدار البيضاء. عمليه تجريبيه. الشركه الوطنيه للنقل والوسائل اللوجستيكيه هي اللي قامت باحضار هاد اللقاحات من المطار الى الوكاله المستقله. كيف ما كتشوفوا هي اول تجربه، يعني لحظات يتم ادخال اللقاح ووصول الوكاله المستقله للتثليج. اللقاح اللي وصل كيف ما كتشوفوا معنا كاينه تعزيزات امنيه كبيره مكونه من الدرك الملكي، القوات المساعده، رجال السلطه، رجال الامن الوطني. تحيه التقدير لهم كاملين على المجهودات اللي كيقوموا بها دائما وخصوصا في فتره كورونا. كيف ما تبعتوا معنا الاعمال والمجهودات الجباره اللي كانوا كيقوموا بها ليلا نهارا، لا خلال فتره الحجر الصحي ولا في هذه الايام اللي كنتظروا اللقاح بفارغ الصبر. اذا كيف ما تشوف معنا مشاهدينا يعني لحظة وصول اللقاحات من المطار إلى الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء. تعزيزات أمنية مشددة يعني بجهود القوات المساعدة ورجال الدرك الملكي ورجال الأمن ورجال السلطة. إذا لحظات سوف تبقى في التاريخ. إذا وصول لقاح أول دفعة من لقاحات كوفيد إلى الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء. هادو هما الشاحنات المحمله باللقاحات الى الوكاله المستقله للتثليج، وكنقولوها كنعاودو ناكدوا عليها ان هذه فقط مجرد تجربه قامت بها السلطات. هذه اول تجربه اللي كتقوم بها السلطات باش نشوفوا كيفاش غيتم التخزين باش يبداو العمليه ديال التخزين وتثليج هاد اللقاحات هادو. برجال ديالو اللي كيسهروا كيخدموا بضمير ومسؤوليه. اذا كنبغيو نقولوا للمغاربه هذه اول تجربه لتخزين وتثليج اللقاحات. هاد العمليه هذه باش يشوفوا بها كيفاش غيتم التخزين، واش هذاك اللقاح غيصبر او يعني هذوك الترتيبات الاوليه ديال تخزين اللقاح.
اذا كنبغيو نقولوا للمغاربه ان هذه فقط يعني تجربه اوليه اللي غادي يعني يجربوا بها كيفاش سوف يتم تخزين هاد اللقاحات هذه. اذا نتوما معنا مباشره من الدار البيضاء، وبالضبط في الوكاله المستقله للتثليج بالدار البيضاء، يعني وصول اول دفعه من اللقاحات ضد كوفيد 19. والشفاء يا رب، وما خلق الله من داء إلا وخلق معه الدواء. إذا كيف ما كتشوفوا معنا تعزيزات أمنية، وكلنا كنعرفوا أن المستفيدين الأولين من هذا اللقاح غيكونوا هما الناس اللي كيخدموا في الصفوف الأمامية. والأكيد أن الناس اللي غيستافدوا يعني من هاد اللقاحات يعني بالدرجة الأولى هما الناس اللي غيكونوا في يعني رجال الأمن، رجال السلطة، الأطباء، يعني هادو هما الناس اللي كيكونوا في الصفوف الأمامية واللي كانوا طيلة هاد الحجر الصحي، يعني هما الأولين يعني في الاولين يعني اللي تصدوا لهاد اللقاح ووقفوا وداروا يعني التعزيزات ديالهم. الاطباء حتى هما وقفوا مع الناس وكانوا كيخدموا يعني 24 ساعه على 24 ساعه. اذا اكيد هما اللي غيستافدوا من هاد اللقاحات بالدرجه الاولى يعني في اذا كنبغيو نقولوا للمغاربه هذه ما هي الا تجربه اوليه. لا 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 غيكونوا عمليات وحدين اخرين، هذه غير مجرد تجربه باش يشوفوا كيفاش غيصبر هذا اللقاح في هذه الوكاله المستقله للتثليج بالدار البيضاء. هادو هما الشاحنات اللي محمله كيف ما شفتوا باللقاحات ديال كوفيد 19. يعني الكل مؤهب لاستقبال الدفعة الأولى من اللقاحات. والحاجة الوحيدة اللي كنقولوا يا ربي ترفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء يا ربي. إذا نتوما الآن مباشرة معنا من الدار البيضاء، الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء، وصول أول دفعة من اللقاحات ضد كورونا. كنبغيو نذكروا ان هذه يعني مرحله تجريبيه باش يشوفوا كيفاش غيتم يعني الوصول والتخزين
كنبغيو نذكروا ان هذه مرحله تجريبيه لمعرفه كيفيه توصيل وتخزين هاد اللقاحات. ماشي هو راه ماشي مواصلات اللقاح، راه ما كاينش لقاحات. لا راه سيميلاسيون سيميلاسيون، سي اون سيميلاسيون. راهما ثلاثة كاميوات لا فينا كنت ما وصل والو. كيفاش ما وصل؟ شنو هو داكشي اللي رموه بعد؟ لا ثلاثة لا كاميوات تروا كاميوات. اذا كيف ما شفتوا مشاهدينا وصول 3 شاحنات باش يشوفوا كيفاش غتكون عمليه التبريد وعمليه التثليج وتخزين هاد اللقاحات هذه. في انتظار وصول الكميات اللي غتلزم المغاربه كاملين. كاين فيها ويلي واش انت سي اون سيميلاسيون اللي غادي يشوفوا فيها العمليه الاولى ديال التجربه ديال التخزين وديال التثليج كيفاش غتكون. واش غيصدق ولا ما غيصدقش؟ هادشي فيه عليك الصحافه ديال الموبايل اخويا شحال باش والله حمد او والله نعم سيميلاسيون باش كيفاش سيميلاسيون. ياك هذه كيفاش العملية كيفاش تجريبية. اذا هذه كنبغيو نقولوا للمغاربه انها يعني عمليه تجريبيه باش نشوفوا فيها يعني داك العمليه ديال التخزين وديال التثليج لهاد اللقاحات في انتظار وصول اللقاح لجميع المغاربه. إذا مشاهدينا هذاك يدور خاص يطلق هذا باش هذا ما خاص يطلق هذا مزيان إذا مازال الشاحنات
إذا وصول شاحنتين في إطار يعني التجربة الأولية لعملية تخزين وتثليج اللقاحات. إذا مازال كنذكروا المغاربه ان هذه يعني عمليه ديال اول عمليه تجريبيه في كيفيه تخزين وتثليج اللقاحات إذا تعزيزات أمنية وجود القوات المساعدة ورجال الدرك الملكي ورجال الأمن ورجال السلطة. كنبغيو نذكروا المشاهدين اننا امام الوكاله المستقله للتثليج بالدار البيضاء. من الدار البيضاء. الوصول الأول الوصول الأول. التخزين. إذا كنبغيو نقولوا للمشاهدين ما هذه الا يعني عمليه تجريبيه اللي غيديروا فيها لا سيميلاسيون كيفاش غتكون يعني التثليج والتخزين ديال هذوك اللقاحات المضاده لكوفيد 19 هنا بالوكاله المستقله للتثليج بالدار البيضاء.
إذا مشاهدي الأيام 24 كنتم معنا مباشرة من الدار البيضاء، وبالضبط أمام الوكالة المستقلة لتثليج بالدار البيضاء. كيف ما قلنا لكم يعني عملية تجريبية لقياس مدى يعني القدرة على التخزين وتثليج اللقاح ضد كوفيد 19. كيف ما شفتوا معنا وصول يعني 5 شاحنات إلى الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء في إطار الترتيبات الأولية وبدء عمليات التلقيح ومعرفة مدى القدرة على تثليج وتخزين اللقاحات ضد كوفيد 19. إذا هذه العملية كانت تحت إشراف يعني تعزيزات أمنية من رجال السلطة ورجال الأمن ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة. وكنبغيو نقولوا أن هاد التلقيحات يعني الأولى راه غيستافدوا منها يعني الناس اللي كانوا في الصفوف الأمامية من رجال الأمن ورجال الدرك الملكي ومن رجال السلطة والأطباء والممرضين، يعني الناس اللي كانوا طيلة هاد المدة ديال الحجر الصحي وديال كورونا كانوا في الصفوف الأمامية. إذا مشاهدينا إلى اللقاء في مباشر جديد.